أهلا بكم، أنا يمنى وده بودكاست طمأنينة، مساحة أمان وسط كل القلق. تخيل كده لو في ساعة واحدة بس في يومك تقدر تغير مستقبلك كله. ساعة هادية ما فيهاش موبايل ولا دوشة وما فيهاش ضغط. الساعة دي هي ساعة 5 الفجر. فاكرة أول مرة حاولت أصحى الساعة 5، صحيت بصيت حواليا لقيت الدنيا ساكتة وبعدين رجعت نمت تاني. بس السؤال هنا هو ليه في ناس بتقسم إن الساعة دي غيرت حياتها، وليه إحنا بنفشل كل مرة بنحاول؟ خليني أسألك سؤال، هو إحنا فعلا محتاجين نصحى الساعة 5 الفجر ولا إحنا بنجري ورا ترند؟ كتير مننا بيصحى متأخر ويبدأ يومه وهو اوريدي متأخر، مضغوط ومشتت. لكن في ناس تانية بتبدأ يومها قبل الكل، ودي مش صدفة. في كتابين بيتكلموا عن أهمية الساعة دي، وأنا هسميها ساعة البركة. الكتاب الأول The 5 AM Club، والكتاب التاني The Miracle Morning. الاتنين اتفقوا إن أول ساعة في يومك هي اللي بتحدد شكل يومك كله. ليه الساعة 5 الفجر مميزة؟ ساعة البركة دي مش مجرد وقت بدري، دي حالة ذهنية. مفيش إزعاج، مفيش نوتيفيكيشن، مفيش حد محتاجك. دي الساعة اللي بتبقى فيها أقرب لنفسك وأقرب لربنا. في كتاب The 5 AM Club بيقول إن الناس الناجحة مش بتصحى بدري عشان عندها وقت، هي بتصحى بدري عشان تصنع الوقت. خليني أقولك حاجة مهمة، الساعة 5 مش سحر، مش هتصحى فجأة تبقى إنسان ناجح مثالي، لكن هي بتديك فرصة إنك تسبق يومك بدل ما يومك هو اللي يسوقك. في كتاب The 5 AM Club بيتكلم عن حاجة اسمها حالة التركيز العالي في أول اليوم. مخك بيبقى لسه فريش، هرمون الكورتيزول بيبقى في أعلى مستوياته الطبيعية، وده بيساعدك إنك تبقى alert ومركز. في الكتاب التاني The Miracle Morning بيقول إن الناس اللي بتبدأ يومها بروتين لنفسها بتبقى أقل توتر وأكتر إنتاجية. طب أعمل إيه في الساعة دي عشان تكون ساعة البركة؟ من أهم الحاجات اللي جت في كتاب The 5 AM Club هي قاعدة اسمها 20-20-20، يعني تقسم الساعة إلى 3 تلتات. أول 20 دقيقة تبقى حركة، تمرين بسيط، مشي، أي حاجة تخلي جسمك يشتغل علشان تقلل التوتر وتفوق مخك. تاني 20 دقيقة تكون تأمل، دعاء، صلاة، كتابة أفكارك، الامتنان، دي اللحظة اللي بترتب فيها دماغك. آخر 20 دقيقة تبقى تطوير، قراءة، تعلم مهارة، سماع بودكاست. كأي الوقت عندي محدود جدا، ورايا حاجات كتير محتاجة تتعمل ومفيش وقت واليوم بيجري. كان في فترة في حياتي كنت بصحى متأخر جدا، وأول ما بفتح عيني بلاقي نفسي دخلت في سباق ضغط وتأنيب ضمير. كنت دايما حاسة إني متأخرة حتى لو صحيت بدري نسبيا. في يوم قلت أجرب أصحى الساعة 5 الفجر، مش عشان أكون مثالية، بس عشان أشوف الناس دي حاسة بإيه. أول يوم طبعا فشلت إني أصحى، تاني يوم كذلك، تالت يوم صحيت بس كنت تايهة مش عارفة أعمل إيه. مهم جدا قبل ما تقرر تصحى بدري يكون عندك هدف، أنا هصحى أعمل إيه؟ فكر في ده قبل ما تنام. عايز أصحى أتمرن أو أرتب أفكاري أو أصلي الفجر أو أتعلم حاجة جديدة. المهم في هدف أنت بتصحى عشان تقدر تصحى. المهم إني لما جربت أصحى في ساعة البركة حسيت لأول مرة إني مع نفسي بجد، وده طبعا حاجة مهمة جدا لكل الأمهات. ومن يوم ده فهمت إن الموضوع مش الساعة 5، الموضوع إنك أخيرا بقيت موجود في يومك. خليني أكون صريحة معاك، الساعة 5 مش سهلة طبعا، معظمنا بيسهر، بيمسك موبايل، بيكسل، فقدان هدف واضح. لكن المشكلة مش إنك مش بتعرف تصحى، المشكلة إنك مش شايف سبب يخليك تصحى. طيب ليه إحنا بنفشل؟ بصراحة مش لأننا ضعاف، لكن لأننا بنبدأ غلط. بنحاول نغير كل حاجة مرة واحدة، بنصحى بدري من غير هدف، بنقارن نفسنا بناس تانية، وأهم سبب إن إحنا بنكره الفكرة بدل ما نحبها. طيب إزاي أخلي الساعة دي ممتعة؟ زي ما سمعت، ممتعة مش عقاب.
خدها كأنها وقتك الخاص، مش وقت إنجاز بس، وقت هدوء. خلي ليك طقوس، يعني بصحى أعمل قهوة يبقى الدنيا فيها نور خافت، بسمع قرآن أو أقرأ قرآن، بسمع موسيقى. خلي اللحظة دي حاجة نفسك ترجع ليها. تاني حاجة، خدها كتشالنج مش نظام حياة فجأة. ممكن تبدأ بيومين أو 3 أيام في الأسبوع. طيب إزاي ممكن أبدأ أصلاً؟ أول حاجة لازم تنام على نية مش توقيت. يعني مش مهم تنام الساعة 10 بالظبط، المهم تنام وانت ناوي تصحى بدري. نام بدري تدريجي. لازم تبقى عارف ان انت مش هتصحى 5 الفجر وانت نايم متأخر. قلل الموبايل قبل النوم، حط موبايلك بعيد، لان اول حاجة هتعملها اول ما تسمع المنبه ان انت هتدوس على زرار سنوز، فخلي الموبايل بعيد. اصحى لهدف مش مجرد وقت. اسأل نفسك انا ليه عايز اصحى الساعة 5 الفجر. ابدأ تدريجي، مش لازم تبدأ الساعة 5 على طول. ابدأ ممكن 7، بعدين 6، بعدين توصل للساعة 5. ممكن تستخدم قاعدة الخمس ثواني اللي احنا اتكلمنا عليها في حلقة التسويف، وهي انك تعد بالعكس: 5 4 3 2 1 وتقوم على طول. خامس حاجة، اربطها بحاجة بتحبها. يعني أنا بصحى عشان أشرب قهوة، أسمع قرآن، أسمع بودكاست. خليها لحظة مستني تقوم عشانها. الحقيقة اللي محدش بيقولك عليها إن مش كل الناس لازم تصحى الساعة 5 الفجر، بس كل الناس لازم يكون عندها وقتها الخاص. الفكرة مش في الرقم، الفكرة إنك تبدأ يومك بإيدك مش برد الفعل. إحنا كأمهات بنجري طول اليوم، وبيبقى صعب جدا مع المسؤوليات دي إن إحنا نصحى بدري. هل كده أنا مش هكون منتجة؟ لا طبعا. هي الساعة دي مهمة، بس لو الموضوع صعب بسبب حاجات كتير، اخلقي لنفسك ساعة لوحدك في أي وقت يناسبك، وخليها مثمرة تعملي فيها حاجة تفيدك وتطور من نفسك. أهم حاجة الساعة دي ابعدي عن أي سوشيال ميديا، خليها ساعة ليكي انتي بعيد عن الدوشة. مش هتلاقي نفسك بقيت مليونير في يوم، لكن هتلاقي ذهن أهدى وقرارات أوضح، إحساس بالسيطرة والراحة النفسية، وهتحس إنك يومك بقى ليه بداية مش مجرد تكملة للأمس. مش مهم تصحى الساعة كام، المهم يومك يبدأ بيك. ابدأ من بكرة حتى لو ربع ساعة بس. لو الساعة 5 هتدي لعقلك وجسمك الهدوء اللي انت محتاجه، جربه. ولو لأ، دور على وقتك الخاص. بس اوعى تسيب يومك يبدأ من غيرك. لو حاسس ان الحلقة دي ممكن تغير يومك، ابعتها لحد محتاج يبدأ من جديد، وقولي في الكومنتس هتصحى الساعة كام بكرة. كان معكم طمأنينة، مساحة نبدأ فيها حتى لو بخطوة. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، خلي بالك من قلبك.